انا جربت الاتنين، جربت اول ما تجيلي الفكره اقوم اجري عشان انفذها، وجربت برضه لما تجيلي الفكره ان انا اخطط ليها، والاتنين خذلوني. ومره اخطط للحاجه كويس قوي، بس مره واحده احس ان الموضوع اكبر مني واوقف. فضلت فتره بحاول افهم هي المشكله فين بالظبط. المشكله اني بستخدم مثلا كل اداه من دول غلط. الظاهره او اللي معروف ان بيجي يوم تحس فيه بطاقه مش طبيعيه، ممكن فيديو اتفرجت عليه، ممكن حاجه حصلت خلتك تقول لا انا هتغير او هغير من نفسي في الشيء ده او في الحاجه دي. وفي اللحظه دي بتحس انك جاهز، بتحس ان انت خلاص المره دي هتختلف. ولكن ده الحماس يا معلم، وفعلا بتبدا. الاسبوع الاول تمام، الاسبوع الثاني يعني الاسبوع الثالث الافكار في الدرج. وكل مره هيقول المره الجايه هتكون احسن، هحاول تاني هحاول تاني، فيبدا يخش في مرحله انطفاء او مرحله استسلام، ان الحاجه دي اصلا انا مش عارف اعملها. الفكره ان الحماس مش بنزين، مش هو اللي هيديك الطاقه ان انت تكمل الحاجه. ممكن يديك دفعه بس في الاول، ولكن مش هيعرف يكمل معاك. الحماس هو احساس فقط لا غير، والاحساس دايما بيروح وبيجي. الاحساس مش حاجه مؤقته، الاحساس حاجه عمرها ما كانت حاجه ثابته. اللي بيحصل ان الحماس ده بيخلي دماغك تخدعك في وقت. الحماس بيجي ازاي؟ ان انت في مخيلتك بتشوف كل الموضوع ده تم، فبتحس بشعله الحماس. فالحته دي بتخلي عقلك يسجل انك عملت الحاجه دي فعلا، من كتر ما انت قاعد تتخيلها كل شويه عمال تزود حماس ليك عشان انت حابب الطاقه اللي انت بتاخدها. يعني بمجرد ان انت حسيت ان انت عملت الحاجه دي، عقلك على طول بيسجل لا انا عملت الحاجه دي فعلا، فبتحس بالانتصار، تحس ان انت انجزت الحاجه دي اصلا، بس انت لسه ما عملتش اي حاجه فيها. وده بالظبط اللي بيخلي ناس كتير قوي بتتكلم على مشاريعها ومره واحده ما تعملهاش. هو مش كسل، هو مش اي حاجه، ولكن الفكره كلها ان هم في عقلهم هم تخيلوا شافوا ان الحاجه دي خلاص هم عملوها، فما بقاش في الدافع او القوه ان هم عايزين يعملوا الحاجه دي اصلا من تاني، لان هم في دماغهم عملوها اولاني. طب التخطيط ليه كويس في الوقت ده؟ لان التخطيط بيوريك المسافه الحقيقيه اللي لازم تقطعها عشان تعمل الحاجه دي، وده بيكسر الحماس. حلاوه التخطيط ان انت لما تقعد تكتب خطوه خطوه بتكتشف حاجات انت ما كنتش عامل حسابها، بتكتشف حاجات تانية انت ما كنتش عارفها من الاساس، بتلاقي انك محتاج وقت اكتر مما كنت فاكر، هتكتشف ان انت في خطوات لازم تعملها وانت مش بتحبها. واكتر الناس لما بتشوف ده مش بتكمل تخطيط للحاجه، او مش بيبقى عندها اصلا خلاص شغف انها تعمل الحاجه دي. انا مريت بالاتنين، مره مشيت بالحماس ومره مشيت بالتخطيط. الفرق اللي غير الموضوع كله معايا لما مشيت بالتخطيط ان انا ما بقتش استنى الحماس هو اللي يحركني عشان اعمل الحاجه. لو كنت مستني الحماس ان انا اصور لك الكونتنت ده النهارده ما كنتش هصورك. خلاني ابطل اشوف الموضوع ان هو دفعه واحده كتله واحده، لا خلاني اشوف ان هو خطوه ورا خطوه. انا المفروض دلوقتي ان انا انفذ الخطوه الجايه فقط لا غير، ما بصش للي بعد كده. الحماس موجود، استخدمه في الزقه الاولى ليك عشان تبدا تعمل اي حاجه، بس ما تعتمدش عليه انك تكمل بيه بقيه الطريق لحد ما توصل للحاجه اللي انت عايز توصل لها. وفي التخطيط ما تشوفش ان الموضوع كتله على بعضه، شوفه خطوه ورا خطوه ورا خطوه. الخطوه اللي انت شايفها دلوقتي اعملها وكمل وامشي.